في نماذج كتيره جدا لممثلين كانوا يعانوا من سمنه وعملوا عمليات تحولوا الى رشاقه وفضلت الادوار زي ما هي، بل ان نجاحهم زاد. في العالم العربي نفس الكلام. مرض السمنة من أكتر الأمراض اللي بتأثر على الحالة النفسية للشخص. مرض السمنة بيبقى دايما أنا بسميه لصاحب الأنتيم، بس هو صاحب أنتيم بس صاحب مش حلو الصراحة، لأن هو بيبقى صديق السوء، لأن هو بيبقى ملازم الإنسان في كل وقت في حياته. بدأ يحصل تغيير في مفاهيم حتى الأطباء الزملاء في بقية التخصصات. بدأوا العيانين يجيلنا كتير جدا من تخصص جراحة العظام، لأنه معظم الناس حتى لو وزنها مش كبير زي مثلا، يعني هو طبعا وزنها 117 ده كبير، بس ناس عندها 90 كيلو و85 كيلو و100 كيلو عندها مشاكل في الفقرات وفي الغضاريف، عندهم خشونه في الركبه حتى برغم صغر سنهم. هل قرار اختيار العمليه من اللي احنا حكيناهم دول سواء تكميم او تحويل مسار يخضع لعوامل ثابته؟ يعني اللي عنده سكر تحويل مسار، اللي عنده لا طبعا. بس دكتور انا بقعد مع العيان بالذات في اول زياره في العياده، بنقعد على الاقل من ساعه الا ربع ساعه، بنتكلم في جميع التفاصيل، بنتكلم في كل حاجه، بنعرف العيان نظامه ايه، قصته ايه، طبيعه اكله ايه، عنده امراض ولا لا، عمل عمليات قبل كده ولا لا. بنحاول نكون تصور كامل عن العيان عشان نختار العمليه المناسبه. ما فيش حاجه اسمها مريض سكر لازم نعمل تحويل مسار، بالعكس. اللي بيعاني من سمنه مفرطه يقول لك انا شكلي مش هيبقى حلو بعد العمليه. لا، انت شكلك هيبقى حلو، هتبقى انت. تقوم تقول لي يعني هو انا دلوقتي شكلي مش انا؟ لا، الدهون المفرطه يا جماعه او السمنه المفرطه، لو شفتوا 10 بيعانوا من سمنه مفرطه اللي هم مثلا وزنهم 160 150 كيلو، تلاقيهم كلهم شبه بعض.